مساء الخير، مساء النور، صحة شريبتكم ومرحبا بكل مستمعي ومتابعي تراجي نيوز. تراجي نيوز باش ترجع لكم ثوب جديد بالاشتراك بين صفحتي استوديو تراجي الرياضي التونسي و اس تي تي في. نبدأ مع اخبارنا الليلة. سافر الفريق يوم امس الجمعة الى انغولا المقابلة الريكرياتيفو على متن طائرة خاصة في رحلة دامت قرابة 12 ساعة. حمدي المدب لم يتحول رفقة الوفد لأنغولا، قد يكون ذلك لأسباب صحية أو شخصية أو لإتمام صفقة في تونس. سيكتفي الترجيون بإجراء حصة تدريبية واحدة في رحلة أنغولا اليوم السبت، مع إجراء حصة تدريب مباشرة بعد وصولهم لمقر الإقامة بليبولو. بخصوص الملعب فحالته كارثية حسب عديد الصور التي تداولتها الصفحات الترجية. تتضارب الأخبار حول قرب انتداب المدرب النيجيرية مايكل إيرامو، والجزيرة الرياضية تؤكد حلول اللاعب بتونس المفاوضات مع الترجي، والصحافة التركية تقول بأن مايكل قد وقع لفريق بيشكتاش بعقد لمدة موسمين، والموقع الأخير للنادي لم يقل شيئا حول هذا الخبر. تعثرت صفقة انضمام مهاجم المنتخب الأولمبي الكاميروني تيري ماكون إلى الترجي الرياضي التونسي لعدم توصل الطرفين إلى صيغة اتفاقية حول المقابل المادي للصفقة، ما جعل اللاعب يقرر الرحيل من حيث أتى. نختم فقرتنا اليوم بخبر يوم لاعبنا السابق صبر خليفة، حيث أعلن الموقع الرسمي ليوروسبور البارحة عن إمكانية انضمام اللاعب السابق للترجي صبر خليفة إلى فريق ساوثهامبتون الإنجليزي بصفقة قد تبلغ 10 مليارات من مليمتر، وسيكون بالتالي ثاني أغلى لاعب بعد يوسف الزاكي. وقد كان هذا العرض هو أفضل عرض وصل إلى فريق بيون بخصوص خليفة، وهو أفضل عرض للاعب حاليا. وقد قاد هذا اللاعب فريقه إيفيون للوصول إلى نهائي كأس فرنسا مع الهدف قاطع في شباك البي اس جي. كانت هذه كل أخباري عنا الليلة. تو ما تبقى كان نقول لكم سهرية طيبة عبر صفحات الاستوديو تراجي الرياضي التونسي و اس تي في. ما تبقى كان نقول لكم التونسينا.